الفنانة دنيا باطمة ستغادر السجن بعد 12 يوماً. لمح المنتج البحريني محمد الترك طليق الفنانة دنيا باطمة لإمكانية مغادرتها السجن خلال الأيام المقبلة بعد قضائها نصف العقوبة الحبسية الصادرة في حقها على خلفية تورطها في قضية ما بات يعرف بحساب حمزة منببي. الترك ظهر في فيديو يتحدث فيه عن طليقته وعن تطورات قضيتها، لا سيما بعد تداول مجموعة من الأخبار تفيد استفادتها من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى، وهو الأمر الذي لمح له قائلا إنها من المحتمل أن تغادر السجن بعد 12 يوما. ووفق المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة الصهون، فإن هيئة دفاع باطمة تسعى جاهدة إلى ضمان استفادتها من العفو والعودة لحياتها وأنشطتها اليومية بعدما قضت 6 أشهر داخل سجن الأوداية بمراكش بسبب قضيتها الشهيرة فيما يعرف بملف حمزة منببي. وكانت دنيا باطمة قد تقدمت بطلب العفو الملكي قبل أشهر كخطوة أولى في مواصلتها الدفاع عن نفسها، كما قامت بمجموعة من المساطر القانونية، إلا أن هيئة الحكم رفضت ذلك.